سلام سلام غالياتي، كي راكم حباباتي؟ ان شاء الله تكونوا غايه، ان شاء الله تكونوا بخير. شفتكم فيديو جديده، يوم جديد وروتين جديد، وكما العاده متنوع حبيباتي. شفتكم شيرات بروتين على بالي نهارك جديد. ان شاء الله يكون كله انتاجيه، يكون طاقه نشاط تحفيز. ما يهمش البارح لا كان تعبتي ولا اليوم ان شاء الله تكوني كلك طاقه ونشاط وتحفيز. بإذن المولى راح يكون نهارك اليوم ناجح ومنجز، وراح ديري فيه بزاف حاجات وتكوني فرحانة وتكوني كلك سكينة وطمأنينة. كيما العادة حبيبتي ننصحكم بالبوكور، لأن في البكور بركة، وصدقوني خاصة كي تصلوا صلاة الفجر راح تحسي بواحد الراحة بواحد السكينة، يومك يكون منجز. شوفي هذاك النهار تفوتيه ناشطة متحفزة، معنوياتك المورال تاعك طالع، يعني صلاة الفجر راهي نعمة كبيرة، وراح يكون رزقك من عند الله. رزق اخواتاتي ماشي غير دراهم، رزق في الصحة، رزق وبركة في النهار تاعك، في يومك، في نهارك، قادرة في ساعة ديري بزاف حاجات. هذا تاني خواتاتي راه رزق وبركة من عند ربي. والرزق تاني خواتاتي ربي يفتح لك ابواب بلا ما تحسي. راكم تشوفوا حباباتي الروتين اللي ما منه مهرب، غير هو ويتعاود. شوفوا غسيل القش والمواعين يا اختي انتي تكملي وما يكملوش. انا خواتاتي كل يوم نغسل، وكل يوم عندي هذيك السلام عمرها. هنا كنت درت غسلت القش، درت الغسله الاولى وعاود درت الغسله الثانيه. وجيت جاوب الاخت اللي قالت لي مالغري النوض بكري ولا النوض الوطار ما عنديش، يعني الوقت تاعي وقتي تاعي ضيق بزاف، وقد ما نخدم نحس روحي ما خدمت والو وندور غير في براسي. شوفي اول حاجه حبيبتي، الوقت راه يلعب دور كبير في حياتك وفي روتينك وفي كل حاجه خاصه بك. الحاجة الأولى الاستعانة بالله، ذكر الله، صلاة الفجر، الاستغفار، التسبيح، الاستغفار. هادو الصوالح قاع يعاونك يخلقوا لك البركة في صحتك، في وقتك، يعني في كل حاجة في حياتك. شوفوا خواتاتي، الصلاة كما كانت صلاة في وقتها، صلاة الفجر، قيام الليل، صلاة الضحى، الاستغفار، الدعاء، الصدقة، هادو شوفوا قاع يفتحوا لك بيبان الرزق ما تكونش متوقعتهم. ويعني كي نقولكم رزق ماشي في غير دراهم، رزق كيما هكا في الوقت، باسكو كي يكون عندك الوقت ضيق وتنوضي، وكيما قلتي انتي قلتي داري ما مقيه ما مطيبه، ندور غير في بلاصتي، ولادي يتباكوا، انا تعبانه، يعني هذه راهي كارثه بمعنى الكلمه. يعني باش تعرفوا باللي الرزق ثاني كي يكون في الوقت، يعني راك فيك الوقت، تنقي دارك، تصلي صلاتك، تكوني انت نقيه، ولادك نقيين، دارك نقيه، كل حاجه في بلاصتها، كل شيء منظم ومرتب. هذا راه يلعب دور كبير في حياتك وفي وقتك، وهذا راه رزق من عند الله سبحانه وتعالى. وحتى لو كان كنتي مريضه ولا تعبانه، كي تنوضي طلبي ربي في هذاك النهار باللي يقدرك باش تكملي نهارك، باش تخدمي شغالاتك. وصدقيني هذاك الدعاء راح يعاونك بزاف، وراح يخلق لك بركه ووقت في نهارك. وهنا حباباتي نولوا لا فيديو تاعنا والروتين تاعنا. كما شفتوا كنت غسلت القش، درت الغسله الاولى قلعتها، والغسله الثانيه كما شفتوا الاخت اللي كانت تغسلتني على الوان القش يخرج ما شاء الله. اهم حاجه ماشي غير ماشينا لافي، لازم تكون شابه، حتى سائل الغسل لازم يكون شباب ويكون يخرج لك القش. وهنا خواتاتي الزوج تاعي كانت شاهه المعكره ولا فيس التونسي ولا كل واحد وكيقول لها. دونك انا حباباتي كان عندي هذا التمر، دونك جبتها، درتها بيه. كان عندي واحد اخر داك تاع المعجون شريته، ملي كي جبته لقيته مدود، دونك رميته، وكان باقي عندي دو الحبيبات، اقدبتهم غسلتهم نقيتهم كيما راكم تشوفوا خواتاتي، ودرتهم كيما هكا. بعد ما غسلت خليت قطروا شويه، وجبت قدره وكسكاس ودرته كي شغل لي فور باش يطرى، باش من بعد يساعدني في الخدمه. انا الاخوات اللي بغوا المقادير بالضبط، هنا حوالي 35 حبه تاع تمر. هذا التمر شباب يجي بزاف معسل. نروح هنا للطريقه، طريقه سهله وبسيطه. شوفوا تجيكم بنينه طريه تفلفهم. شوفوا كاينه واحده المعكره، انا شخصيا خاطر الزوج كان نشريها من برا، والله يا خواتاتي كي تدور بها تضرب الحيط وتولي لك. اليوم جبت لكم استيس عفسه شابه تبقى طريه وهشيشه، واللي ياكلها عندك يقول لك اعطيني الوصفه كيفاش درتيها. هنا جبت لكم شيرات عبر غير صغير، باسكو كاين اخواتي بغاو عبر صغير، جبت لكم العبر بالكاس، انا مرة نخدمها بالكيلو. دونك انا درت 3 كيسان تاع السميد متوسط، السميد اللي نخدموا به الطمينه التقنيه تاع العاديه هذاك.
المهم أنا درت كاس وانتوما ديروا العبار اللي تبدو به كملوا به، بول ولا الحاجة اللي عندك، درت عبار تاع سميد متبسط. المهم فاش ريت نحمصها في الطاجين مي لقيت بلي الطاجين يدي وقت طويل باش تحمص، الوغ وليت نديرها في يد المقلة تتحمص لي تاع فيت في تاع لهيه. حمصها هنايا الشيرات غاية كيما هكا، بقاو واقفين عليها ما تغفلوش عليها باش السميد يتحمص مع كاع الجوانب ويجيكم طايب كاع كيف كيف، ماشي جهة طايبة محروقة وجهة قاعدة خضرا. وانا خواتاتي نبغي نحمصها غاية باسكو ما نبغيش من نقعد ناكل في تقنته ولا في معكرة نحس هذاك السميد يتغصغص في فمي، سي بوغ سا نبغي اللون تاعه يكون ذهبي غاية. انا قعدت واقفة عليها نخلط فيها كيما هكا على نار قليلة فريمون قليلة، والتمر تاعي راه في الغاز الزاوج راه نفس الشيء يطيب باش يطرى باش من بعد يساعدني في الخدمة. انا خواتاتي بعد ما السميد تاعي تحمص لي شوفوا هنايا، وال التمر تاعي تاني كيف كيف دخلها طيب شويه، خدموها الشيرات هكاك هي حاميه باش المكونات يتجانسوا معاكم وتتشكلكم تاني غادي تجيكم حاميه وتحرككم شويه في يدكم. مي هذه هي الطريقه، كما انا هنا خواتاتي كنت ديجا محروقه من يدي، الوغ قعدت نخدم بالمغرف تاع اللوح. هنا راني متواصله مع التحماص تاعها وما تغفلوش عليها. هنا شوفوا خفلت لهيت شويه مع بنتي كنت نقري فيها، شوفوا حبيبه تاع سميت كي داروا دونك قعدوا واقفين عليها ما تغفلوش وبقاو تحركوا فيها باش طيب لكم كاع سوا سوا. هنا بعد ما كملت جبت هذيك البسينه درت فيها التمر وهو كيما هكاك حامي. وقولي نتوما خواتاتي اسكو نتوما تاني كي تكونوا طيبوا يوقفوا عليكم ولادكم كيما هاك. انا كل ساعه يجيني واحد حتى هذه الناموسه صغيره ولا تجيني تقول لي ماما نوضي طيبي، ماما نوضي ديري لنا كاطو، ماما خاصني كاطو. يا خواتاتي ولفناهم غرقنا فيهم. شفت واحد الناس ما يعرفوش كاع الكاطو، والله لو وليداتهم مهنيين هما يقولهم ديروا، وحنا وليداتنا يا هما ياكلوا يا هما يتشهاو. قولوا لي حباباتي اسكو نتوما تاني كيما هكا طلعوا لي شويه المرا باش ما نحسش روحي باللي غير انا باسكو راني نضل واقفه في البوطاجي. شوفوا كي يشقوني نتفرج ولا مجمعه ونكونيكتي ولا ما تجيهمش والفوني هكا واقفه في الكوزينه، ايا بغي هذا مالح هذا حلو يا درا نتوما تاني حباباتي. انا يا حبيبتي شوفوا درت هذاك التمر هو كيما هكاك حامي، وهنايا شوفوا درت الدهان حوالي 200 غرام تاع دهان ما تذوبوها ما والو باسكو هذاك الدهان شوفوا غادي يذوب يولي ما يذوب بالحمان تاع التمر. وهنايا السر باش تبقى معكم طريه وتجيكم كيما شفتوا في الفيديو تتفتت وتبقى بنينه وميم تديري كونتيتي كبيره وتقعد لك شحال من يوم ما تيبس ما تقساح لك ما تخسر لك ما والو. هي السر دير زوج مغارف كبار تاع حسل، سوا حسل تكوني خدمتها في الدار ولا تكوني شريتها كيما انا هنايا. كنت شريت هذا باسكو ما كانش عندي الليم باش نخدم الحسل تاع الدار. مي سي لا بروميير فوا نشري الحسل كيما تعرفوا اختكم نبغي الحسل تاع الدار، راني مشاركه الوصفه معاكم راهي في القناه. حوالي جوج مغارف كبار حبيباتي. هاد غدوي على درتهم علاه درتهم هنايا ماشي يعني باش يعطيني كو ولا حاجه ولا باسكو ديجا غير التمر يفي بالغرض ويفي بالحلاوه. كما تعرفوا التمر كيما نقولوا سكر طبيعي ماشي السكر اللي يهلك ولا اللي يضر ولا. هي السر في هذاك الحسل خواتاتي هو انه ما يخليش الدهان يطلق الماء. كما تعرفوا الدهان سيرتو صول، انا خواتاتي نبغي صول يجيني بنين يعجبني، مي كما تعرفوا الدهان فيه نسبه من الماء. دونك غادي كي تخلطوا كيما هكا مع التمر من بعد يطلق لكم الماء، مي بصح كي تضيفوا لها الحسل ما يطلقش الماء. وجربوا خواتاتي وردوا لي بالخبر. جا لا بخيف شفتوا غير كي نديروا الطمينه هذاك الدهن ما يطلقش الماء. باغ كونطخ لو كان ديري فيه حاجه واحده اخرى تسيبيه شغل هكا طالق كيما تحسيها ماشي كيما الوصفه اللي راكي باغيتها نسيه. دونك كيما قلت لكم هذه منها تدبيره ومنها يعني بنا ماشي حتى التم مي غير باش يحافظ لنا على طراوتها وعلى هشاشتها. وهذاك الدهان ما يطلقش الماء. درت المقادير تاعي كيما هكا سيت ذوبت هذاك الدهان في داك الحمان تاع التمر. ومن بعد كاينه السميد ضفتها هنايا هو تاني نفس الشيء كلشي حامي الشيرات. التمر حامي السميد حامي صوف الدهان كيما شفتوا كنت درته يعني من القوطي تاعه عادي ما ذوبته ما والو باسكو دايره في حسابي باللي غادي يذوب بالحمان تاع السميد تاع التمر. ديجا هو غير بالتمر داب ديجا شفتوا في لا فيديو ولا ما بقاو تخلطوا فيه كيما هكا. اللي تنجم تستحمل الحمان تخدم بيدها زينو خدمي بالمغرف كيما هكا باسكو ديجا راهي شلفط تشرفيط. دوك ما ننصحكش ديري يدك ديري مغرف ومن بعد كي يولي قد ما تستحملي يدك ديري يدك. شوالي سيو بالمغرف دخلوا غاية المكونات باش تاني هذاك التمر كي شغل يتفتت تولي كيما نقولوا حبه سميد وحبه تمر باش ما يقعدش كيما هكاك اخشين. انا قعدت نخلط فيه كيما هكا حتى اللي حسيته كاع تفتت مع المكونات كاع تجانسو.
خلّوها تقعد شوية خواتاتي، ماشي obligé هي حامية تكوريها معليش، خلّيها جوست شوية قد ما تدفى وروحي كوريها عادي راح تشكل معاك كويرات بكل سهولة. كاين بزاف أخوات يبغوا يديروا هذاك المول بريستيج تاع المعمول وكلشي، دونك إلا بغيتو ديروا حبيباتي ديروه حتى أنا عندي. ما نكدبش عليكم خواتاتي نبغيها كيما هاكا تقليدية تاع بكري، هادي اللي تجي كيما هاكا مكورة. ملي تبغي حاجة شابة وحاجة بريزونطابل ديرها في المعمول تاع التمر في المول. استغفر الله يا ربي سمحوا على الهضرة من داك تتلف، راني لاشي بزاف هاد الأيامات والله العيا كاتلني. ديروها في المول تاع المعمول، فوالا المول تاع المعمول. كاين واحد لي مرشابين بزاف فيهم رسومات شابين. ديروا ساشي تاع كونجيلاسيون وحطوا هذا السميد تاعكم وضغطوا عليها غاية تشكل معاكم الحبة، حطيها غير بشوية. الفايدة تاع هذاك سا كونجيلاسيون في المعمول باش هذا السميد وهذا التمر ما يلصقلكش في المول والشكل تاعها يفسد لك. دونك كي ديري الساشي تضمني بلي الحبة راح تتشكل معاك بكل سهولة وتقليها بكل سهولة من المول. أنا خليتها تدفى شوية لا قد ما نستحملها ونقد نكورها، ورحت نوجد لاتاي. كنت درت الماء يغلي هنا في البولباغ وشفتو هذاك النعناع اللي كنت خدمتها معاكم كنت يبزته في داك البلا كلشي، راني بيه نطيب لاتاي جيست هاكا نديرها في ديك الباسواغ صغيرة ونشله وندير لاتاي ونفرغ الماء غالي كيما هكاك ونخليه يطيب. واللاتاي تاعي يكون واجد ويجي مزين تا باسكو كي تخدمي حاجة في دارك تحسيها فريمون بلي جات بنينة ماشي كيما من تشريها من برا. دونك أنا قعدت نشكل فيها كيما هاكا شكلو على حسب ما تبغوا خواتاتي. أنا ما نكدبش عليكم ما نبغيهاش كبيرة، نبغي الحبة صغيرة باسكو وليداتي صغار وماشي وكالين ملي عندها الناس دارها بسلامتهم ياكلوا. دونك دو بريفيرونس ديري حبيبات كبار باش ياكلوا حبة زوج لا كترو ثلاثة صاي سي بون يافي بالغرض. كيما أنا هنا درتهم صغار من بعد الحق عليا راجلي عاد كنت نخدم في الحبيبات التوالا قال لي بصح كي ديرتهم صغار دونك هو بيسكو من الخيمة وراكي عارفة حبيبتي اختي لازم نتهلا فيه باش يتهلا فيا. الوغ درت له حبات سبيسيال ليه كبرتهم له باش يقنع بيهم. وهي دو بريفيرونس حبة كبيرة أحسن مي أنا عندي وليدات صغار يقعدوا ياكلوا ويفتوا قلت نديرها يعني حبة يعني في المعقول ما كبيرة بزاف ما صغيرة راكم تشوفوا فيها خواتاتي يعني على حسابهم. ولكن الاختيار حبيبتي وهي دي خواتاتي بعد ما كملتها عطاتني كونتيتي ما شاء الله كما راكم تشوفوا. كنا تقهوينا بها زوج وقات القهوة تاع العصر والقهوة تاع الصباح زعما كانوا كلاو وعاودوا زعما وشبعوا ماشي تاع حبة وزوج. وكما كتشوفي حبيبتي الهشاشة والطراوة وميم سي تخدمي كونتيتي كبيرة تبقى لك كيما هكا جوست تحتفظي فيها في علبة بواط مونجي تكون محكمة الغلق وخليها فيها تبقى لك بهذا الطراوة ونفس الذوق ونفس البنة. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم حباباتي ان شاء الله يكون عجبكم يكون شجعكم يكون حفزكم. خلوا لي جيم الله يرضى عليكم كومنتير يشجعني ويحفزني. بارطاج القناة سلام.